خليهم عندك يا عصام شويه وهاتهم لي مكتبي. هو انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ مين دي؟ اقسم بالله ما اعرفها. بص انا هقول لك. هو انا كنت بركب العربيه وفجاه جه البوليس، لقوا العربيه مش مترخصه، فشديت انا وامين الشرطه، وبعدين سالوني انت بتشتغل ايه؟ قلت لهم بتاع منبهات، فكروني سكران، راح الظابط جاي ومركبني في الميكروباص، لقيت نفسي قاعد جنب البت دي. بس انت فعلا سكران يا صلاح. ريحة الخمرة اللي هبة من بقك خرمة خياشيم امي. بصي، الكدبه خيبانه. الصراحه انا كان معايا الزفت اللي اسمه مدحت، وكنا بنلفلف بالعربيه، وهو كان معاه ازازه بيره وشربني بقين، وبعدين سابني ومشي. فجاه حسيت اني دايخ ومش قادر اسوق، فركنت على جنب، وحصل اللي انا لسه قايله لك من شويه والله بجد. ولما الظابط ركبني الميكروباص لقيت نفسي قاعد جنبها. هو انتي ماسكينك ليه؟ ما اعرفش. اهو. نعمة، أنا خايف أروح في 60 داهية، بس الحمد لله إني لقيتك، كده اطمنت. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. انا بس سليم الموضوع عشان انت ست محترمه، بس احنا ما بنتبلاش على حد. جوزك بيلعب بدينه. اتفضلي. ربنا يخليك يا ايمن بيه. شكرا على ذوق سيادتك. وأنتِ بتبصي لي كده ليه يا نعمة؟ بطاقتك يا صلاح. استناني هنا. هو انت بتشتغلي ايه؟ دكتورة. طبيبة يعني؟ دكتورة وعندي عيادتي. عيادتك؟ لا دكتورة. عن اذنك عشان لازم انامش. استني. هتمشي من غير ما تاخدي بطاقتك يا دكتورة شيمو؟ انت عايزة تتمسكي تاني ولا ايه؟ صح، تلاقيكي مش محتاجة البطاقة في حاجة. أكيد عندك كارنيه نقابة. كارنيه ده ولا ايه يا روح امك؟ تاكس. كاس نجوم الليالي. هو فيها يا نعمة؟ هو أنتِ شاكة فيا؟ هو أنتِ فاكرة بعد ما تقفي جنبي بعد ال4 سنين اللي عشتيهم معايا وتحملتيني فيهم ممكن أبص لواحدة تانية؟ راكن فين يا صلاح عشان أوصلك؟ مش فاكر. قريب هنا هنلاقيها يا نعمة، والله ما فاكر راكن فين. يلا عشان أوصلك لعربيتك يا صلاح.
عارف يا صلاح، لو فكرت في يوم تخوني انا هعمل ايه؟ ربك ما يوريك. على فكره يا نعمه، انا ممكن اقبل منك اي حاجه غير انك تشكي فيا. ربك هيوريك. عربيتي يا نعمه. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه بقى؟ سوبر صالون بقى، سوبر صالون. ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله. يا سلام، دي مش رشة دواخل. دواخل ايه يا غبي؟ دي عزير ولا؟ ربنا يكفيك شرها. لكن اللي انا مستغرب له، انت ايه اللي يخليك تشتري عربية مع اننا على طول قاعدين في البيت وما بنخرجش يا غبي؟ يا بني ادم، نغير جو، نروح بيها المهندسين نلعب شطرنج، نتمشى شويه، نتفسح. قعدة البيت عجزتنا يا كراس. المهندسين، ايوه. ما تسندش على العربيه، ما تسندش. ايه؟ تسند فيه. بس خلاص كمك هيتوسخ. انت مالك انت؟ خلاص. تعرف ايه اللي انا مستغربه؟ انت طول عمرك كنت المحامي رقم واحد، لكن عمرك ما مسكت قرش كويس. الفلوس كانت بتهرب من قدامك زي المجرم اللي بيهرب من الحكومة في الافلام العربي الابيض والاسود بتاعت زمان. ادينا اهو، اخيرا قفشت المجرم. بس امتى بقى؟ اخر الفيلم، بعد فوات الاوان يا كراسي. بعده عجزت يا عجوز. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. اقول له هات يا كراسي، عملت ايه بال200,000 جنيه؟ وانت مالك؟ اللي انا مالي؟ اما انت واطي صحيح، ده انا اللي مديهم لك. ما انا لو قلت لك هتتريق عليا. لا يا كراسي، قول يا حبيبي، مش هتريق عليك. ليه يا راجل؟ ما تقول يا كراسي بقى، بلاش شغل العيال الصغيره دي يا اخي. اشتريت بيهم مدفن. مدفن ايه؟ تهبل ولا ايه؟ انت عارف هذا كراسي؟ عارف انت حتى لو كنت عيل صغير ومعاك 200,000 جنيه كنت برضه هتشتري بيهم مدفن، عشان انت محدود. بتفكيرك على قدك، كنت هتضيع فلوسك على الفاضي، مع ان مفيش حد بيموت وما بيلاقيش حته يدفن فيها. بس هنقول ايه؟ هو ده اخرك، لانك محدود. انت محدود. وش ايه؟ محدود. بقول لك بقى يا محدود، كراسي محدود. وطي يا حسك. محدود يا كراسي يا محدود. وطي حسك، احنا في الشارع. يا محدود يا كراسي يا محدود يا وطي حسك لهزاك في الشارع قدام الناس. ما تقدرش. حاضر. اجي بص،